أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزعبة زوج جنزبك أو إنفاق زجبرك أسلست عينة سبات الله إلوهم زيوم سبات زيوم حدا خبأتهم نقابلنت ترى أين يلو زوج ني سبي أو تيخبها للو زوج مالتيو إذا خان إيه أجر يبلون يوم القيامة خان إيه خسارة يخلو نجاراته وكسو خيترا فخاء رب العالمين بزيوم سبات زيوم حوي واللع مالتيو قاليو خاني حياة حزو زوج صقله خاب لمده خوني خيليو ما أجر خوني خيليو ويم أجر خلوه خيليو من البات و كاب لمد زمت أسل زخونة مالتيو وقسم ينفقه بقصد دونية وإخلاص فهو المأجور العابد قاليو دما تينيا جيروني لله تعالى لزوج جنزب السيوتي أجر زلو السيوتي عابد زبهال ويدما رب زفتوه مالتيو أب ربخ مقبول زخونة الله سبحانه وتعالى انتايلو أولئك على هدى من ربهم بسورة البقرة بسورة آية حمشت مالتيو ورب العالمين كأني أولئك على هدى من ربهم إلو زياتهم يعني أبتناي من قدنا رب العالمين واضح زخونة تخكلنيا من قد زخونة ربي زرأيو هدى مالت من قدي واضح زخونة مالتي قنت فعلا لي من قد خالقيو أين رسعناي من قد شيطان الله من قد خالقوت الله سلزي على هدى من ربهم بتناي ربي هدى تختيل زخيت سب خون كله مالتي بر بخالق من قد خيت سلزخيل لذلك رب العالمين زيوم لله لهم زسرحون لله لهم زوطؤوا أفتنا ربي تخكل من قد سلزلو مالتي إزيز نقر زخاني ربي هداية ذهبوا يتختلوا وزخيد مالتي ولذلك انتهي لهم لا يحفظك على الهدى إلا هذا العمل والإيمان فلا تظن أن هناك حافظا غير الله ولا يمكن أن يعصمك من الفواحش غير الله ولا يعصمك إلا الواحد الأحد سلازي بجك أبزينا من قدنا يهودانا يتخكلنا من قد ربي حافظك إنبر قال إذا حفظك خمزي اللو يزقل زلو ولذلك قال تعالى في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين سورة يوسف 24 ونياتو سيدنا يوسف عليه السلام أفتنا رب من قد تقكلن ياسلز نبره أبشجر مسبتحه أبتأجم مسبتحه رب العالمين تخلخيل له كفت فحشاء أو تيوه مخنياتو كفتم تمرت حزب سلزخونه مالتي يعني لما كان مهتديا صرفنا عنه السوء والفحشاء لأنه أبتتخكلن من قد سلز نبره رب العالمين كفت حماق من قدين كفت فحشاء أو تيوه مالتي فلا يصرف عنك السوء والفحشاء إلا الله يعني بجك رب تزي كوينو كابت حماق زوت كرب سبسي ولا خالق سيلا بجك ربي قال تعالى أولئك على هدى من ربهم بسورة البقرة مالتي آية 5 يعني ولم يقل هدى وسكت يعني هدى يلس رب العالمين سوق أي بلن لأنه هدى يلس سوق تزبل نيرو بزح تفعل عليه من قد الله مالتي وناتونا من قد شيطان الله خالق من قد الله لكن تايلو رب العالمين أولئك نزي أساتهم على هدى من ربهم يعني أبتخكلن من قدي تربي ذهبهم رب زحفزهم مالتيو وقال من ربهم لم يقل من الله ليذكرهم بنعمة الهداية ونعمة الفطرة ونعمة الحياة من ربهم الذي رباهم فهم مقرون بنعم الله عليهم يعني رب العالمين سي من ربهم يلو أيبلن كاب من الله مغنيات رب العالمين كافتي تهداية كذكر سلازدليتي نعمة الفطرة نعمة الحياة كل رب العالمين تي بزحنا قرات زرزقنا سلازة تحاز رب العالمين من ربهم يلو مالتي لأن الله إذا ذكر الجميل ذكر الربوبية وإذا ذكر القرآن ذكر الألوهية سبحانه وتعالى انت يلو مالتي رب العالمين بزعبا طبقنا قرز قبرخ ذكر كله رب مخاني ذكر مالتي من ربهم رب مخناتون كل رب العالمين نعانا تراين مؤمنين يكونان وين مسلمين يكونان ربنا كل يربي فتاراي نسماي نمريت نقول هزب عالم زلو اسلاماي كستاناي بوزي حوز امن كل رب مالت فتاراي ويدما رزاقاي ربنا كل زرزق مالتيو وإذا ذكر القرآن ذكر الألوهية قرآن كذكر كلها ألوهية الربوبية زبهال نحنا بسلمنا انتهي لنا مالتي توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات زبهال الله إذا خاني
الألوهية مالت عبادة تقبر له مالتيو حجتهم كالوت مشركين زبهالون من تايهم لأنه تنهاتهم عبادة نخالق سب سلازة حوسلو مالتيهم نرب قديفهم نخالق سلازة قبروا مشركين يبهالو نحنا قن تي ألوهية تي إله لنا نأمنه نسجد له نعبده وينقو رزق نحتت استغفار نحتت جنة خطونا نحتت إله نبلغها الله شمو مالتي إلهنا هنا سلزخونا مالتي قوله تعالى وأولئك هم المفلحون سلزي بسورة البقرة في آية 5 والفلاح ذكر في القرآن كثيرا يقول سبحانه وتعالى وما يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وذكر سبحانه وتعالى بعد الصبر الفلاح وبعد الذكر الفلاح وذكر سبحانه وتعالى بعد الجهد والنفقة الفلاح والفلاح في اللغة بمعنى السعود والنجاح والفلاح معناه الذهاب إلى الشيء وهو هنا بمعنى أنهم سعداء في الدنيا والآخرة وأولئك هم المفلحون بمعنى أفلحوا ونجحوا وأصلحوا ظاهرا وباطنا سلازم تاي مالتي وأولئك المفلحون مالتك أني فلاح مالتك عوت مالتي ويدما نجاح مالتي وناتب قرآن بزح جزي ذكروا الله سبحانه وتعالى وما يوق شح نفسه يتناي نفسه بخلنا ويدما نفسه أي توصت بلو نعو تقيتو خوتصن كله خير خجبر كله فأولئك هم المفلحون أب سورة الحشر آيات 9 مالتيو جاءتهم عوتات مالتيو ورب العالمين كأن دحر صبري كل جزء فلاح يذكر مالتيو صبر دحر غيرك عوت له مالتيو ذكر دحر غيرك عوت له برضو فلاح مالتيو وذكر سبحانه وتعالى دحر الجهد من دحر حدث بجهيدو مترشتو أنفقوا مالتي أوصيوا بالنفع قعوتي رب العالمين أجر سلزبلو قعوت مالتي والفلاح في اللغة فلاح مالتك أنا أبقى أنت مالتي نلعل موصع معوات وي حدث بكمهر كله أبنت مجمريا ابتدائية يمهر زي دحريو يقتصل دحري ابتدائية زلو خاني سنوية دحري جامعة خالو ماجستير يوسد دكتوراه يوسد يعني دال على خفت فلطوتي خيد مالتي سلازي أفتي فلاح مالت لغة معوات مالتي وين دال على الكام خاد مالتي والفلاح معناه الذهاب إلى الشيء فلاح هيا على الفلاح بهالمشاب صلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح صلاة سجد كاسي فلاح تركب مالتي فلاح خا كتعوتي خنا بحال نقر تخيد لها تعوت اللي خامت الرشتا وهو هنا بمعنى له أنهم سعداء في الدنيا والآخرة إذا فلاح زخرخ بخلو أب الدنيا أب آخران حقسات يكونوا زياتهم وأولئك هم المفلحون مالتي بمعنى أفلحوا ونجحوا وأصلحوا ظاهرا وباطنا حجي آيات كم جمرا يعني آيات نحن ذكرنا خوينا مالتي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يوم صفات المتقين زبهالو زقلصنا يوم كان مجمريا مالتهم اندحر زنجر زي تختيلهم كيدهم زي اتم مترشتو عوتاتكم مخانو ابصبو منقد خمزلو ايو قليصلنا زي مؤلف جزاه الله خيرا عائد القرني احفظ الله يحفظك مصحف زنهاتو إنا نكاتاتو لزلنا دحريوها خالق باب كجمريو أبزقن بزيت أطعونا بالمالتيو أسأل الله أن يجعلنا من المفلحين ومن المقيمين للصلاة ومن الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقهم الله ينفقون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفتهم سعاد